شكرا لك. أستاذي هنادي، شوي اليوم نعرف حضرتك قدمت كتاب من فترة اسمه شهد الخوابي، وهو بيحمل قصايد، وبيحمل كتير من معاني ومن قيم. فشو هو شهد الخوابي؟ يعني كمان اسمه يصار في جدل، فما هو شهد الخوابي؟ شهد الخوابي هو مزيج. بدك تقول لما نقول كلمة شهد هو عبارة عن حلاوة الكلام الحلو، نعم. والكلام الممزوج بالأحاسيس الراقية. أنا تعتقت أحاسيس، تعتقت إن كان فرح أو حزن. تعتقت بالخابية تعيتي يعني أنا. مهم. وقدمتها بكتاب اسمه شهد الخوابي. يعني نحن بننتشي من حلاوة الكلام وجماله. عظيم. اليوم بدي أسأل كمان شوي القصائد اللي بشهد الخوابي بهذا الكتاب الجميل. هو كلمات وجدانية ولا خواطر، ولا يعني مشان نعرف المستمعين يعرفوا. شهد الخوابي هو عبارة عن وجدانيات نعم. ومشاعر وأحاسيس تزاوجت لحتى ولدت قصايد منها نثرية ومنها قصائد موزونة. نعم. بس كلها بتعبر بطريقة راقية عن اختلاجات بالنسبة لناس واقعنا هلأ، وخاصة انه نحن بعالم وبوقت وصلنا له نعم. ما بقى فيه هالإحساس الصادق. نعم. طيب اليوم بنعرف نحن الشعر هو شكل من أشكال الفن الأدبي، وكمان الكلمة عم تستخدم، الكلمة طبعا معبرة من باب المدح أو الرثاء. كيف تحصلي على هذه الكلمة الجميلة اللي حضرتك بتكتبيها؟ هل من معاناة شخصية ولا سعادة أو إلهام؟ طبعا في اشياء الواحد بتكون مخبية بخباياه بأعماقه. نعم. وأنا دايما بقولوا لي ليه بتكتبي شعر، نعم. فجاوبت مرة بمقابلة: نعم. كيف لا أكتب شعرا وأنا أسكن داخل شرنقة الأحساس؟ نعم. كيف لا أنسج حرفا حريريا مطرزا بدونتيل الروح؟ نعم. كيف وكيف لا أعجن أطايب أنفاسي بمزيج محبرة تسكب قطرات القلب على الورق؟ نعم، تعتقت كتاباتي بخمرة سنين سكرة، بحكايات وروايات من دوال ندى العين. وشهق قلمي بزفرات متمايلة على أوتار شردات الأحلام، حيث تراقص متناغما مع غمرات الليل وتنهيدات النهار. عظيم، جميل جدا، رديت علي بالشعر. شيء كثير عظيم. بدي أسألك، هل الزوج أو الرجل هو الداعم للشاعرة هنادي حجازي؟ يعني كمان بدي أعرف أنا، هو الشعر اللي حضرتك إلهام اللي عم تطلعيه، أو هو كمان زوج داعم أو رجل بحياتك داعم، أو هو من معاناة خاصة؟ لا، مش من معاناة، هو نعم. طبعا إلهام. وأنا هيدا كتابة الشعر من أنا وصغيرة بحب أكتب شعر. نعم. بس طبعا ما كانت، لأنه في هموم الحياة، الدراسة، نعم. الزواج، منعوني لحتى كمل مسيرتي مع أولادي يعني. نعم. بس بما أنه بناتي صاروا بعمر معين، نعم. زوجي حب أنه يدعمني، نعم. وقال لي الحلم اللي حاببتيه من أنت وصغيرة لازم هلأ أنه تحققيه. فطبعا هو اللي دعمني، وهو اللي عم بياخد من وقته كتير، مهم. بس بكل طيبة خاطر بالعكس بشجعني. هون تحية لزوجك اللي عنده إيمان بقدراتك. وهون كمان حلو إنه تكون رسالة لكل آه، الأزواج والرجال بلبنان يدعموا زوجاتهم، لأنه صح. المرأة دائما بنقولها هي نصف المجتمع. المرأة هي المكملة، وهي فصل الربيع، وهي كل شيء جميل في الحياة. صحيح. أهلا وسهلا فيكي. أهلا. الشيء الثاني اللي بدنا نقوله، بتعتقد اليوم هون في من مطرح، يعني في شعراء، في فنانين بلبنان، في عن جد طاقات هائلة. هل في دور لوزارة الثقافة لتدعم الشعراء، ولا الفنانين؟ عم يكون في هيك تواصل مع وزارة الثقافة؟ عم يكون في شيء دعم؟ الطبيعة هلأ طبعا في تواصل، والوزارة طبعا دايما بيكون في إلها حصة من دعم الشعراء الفنانين. بس
نحن بظل الظروف صعبة بالبلد، وبتعرف كلنا ماشيين بنفس الموج ونفس التيار، نعم. بضل في تقصير بس من دون قصد. نعم. هل المرأة الجنوبية استطاعت تغير المجتمع إيجابيا من خلال الشعر أو الفن أو إحدى الفنون؟ كنا قبل شوي مستضيفين مخرجة وممثلة الأستاذة مروة كرعوني، وحضرتك اليوم كشاعرة. يعني هذا الفن الراقي، هل باستطاعت المرأة الجنوبية تغيير شيء بالمجتمع الجنوبي؟ أكيد أكيد، تفضل. هي عم بتوصل صورة كتير راقية، وكتير إنه المرأة قادرة توصل بأشياء لأبعد من أي امرأة تانية إنه ما بتقدر توصلها، لأنه هي بنت المعاناة، بنت الأرض، مهم. بنت الحروب بتخليك يعني يطلع نوابغ، يطلع شعراء، فنانين مثقفين طبعا. عظيم. طيب شو بدك تسمينا شيء هلا عن المرأة الجنوبية عن المرأة، أو عن المرأة؟ نعم. هيدي قصيدة كتبتها بيوم المرأة العالمي. نعم. سلام لحواء، سلام لحواء تلد الدنيا، تسكب الصلاة نورا من صدى المعابد، وترتشف غمام العمر بشفاه الصوت، حتى ترتعش أوردة السلام بنبضات ترانيم نعم. تسكن القلب. إنها امرأة، إنها أم. عظيم عظيم، شيء كتير عظيم. أستاذي هنادي، اليوم نعرف في شيء بدك تقولي لنا إياه كمان، إنه عم تحضري بتصور لكتاب جديد، فشو صحيح. هو وشو اسمه؟ كتابي الجديد تقريبا خلال شهر أو شهر ونص بيكون جاهز. اسمه دونتيلا الروح. دونتيلا الروح. أي. شو معنى دونتيلا الروح؟ هو مزيج بين كلمتين، كلمة عربية وكلمة أجنبية، بس مهم. أنا بقصد بالدونتيل. الدونتيل دايما المرأة لما بدها تظهر ظهر سهرة أو شي بتلبس الدونتيل يلي هو بيعبر عن رقي وجمال وسحر. نعم. أنا قصدت الدونتيل الروح على رقي الروح وشفافيتها. مهم. عظيم. وشو بيتضمن كمان، خواطر ولا لا، شو بيتضمن؟ قصائد. قصائد. قصائد موزونة ومنها نثرية شوي. نعم. طبعا كلها بتتكلم محتوى الكتاب عن كل شيء، عن الحب، عن الرجل، عن المرأة، عن الطفل، عن كل منطقة بلبنان لها قصيدة. نعم. شامل كتير حلو. انت لي حضرتك تحت الهوا في شيء كاتب شيء عن الرجل يلي ما بيدعم زوجته، او الرجل يلي يهمش المرأة، والرجل الذي يعنف المرأة. فبمناسبة يوم المرأة العالمي وعيد الأم، كتبتي كمان هيدي القصيدة عن الرجل، ففيك تقولي لنا إذا بتريدي ونختم فيها؟ يلا. تفضلي. هي بعنوان نزوات آدم. نعم. يا ابن آدم كفاك كذبا، يا ابن آدم كفاك كذبا وتبجحا بخطاياك المدبوغة افتراء، بايعتها وعودا وكللتها بأحلام مرجانية متباهيا بصيدك كأزهى رداء، ماضيك قواف متلعثمة تقبع فيها حكايا مراوغة كزير نساء، وحاضرك يتقن فن التخفي عن كهل عمر قدر تشاء، جاه سلطة ومال خميرة نزواتك، وبخمرة أكاذيبك يفيض الإناء، ما همك إلا تقمص الشباب وهلوسة أعماقك بنشوة عمياء. بالله عليك، بالله عليك اتقي ربك، فدارك عامرة من رحم حواء. هيدي مش لكل الرجال طبعا، البعض منهم. يعني هيدي أنا كتير حبيتها، وهي بعتقد أكيد لا تعمم على كل الرجال. لا أكيد. جميلة جدا. أكيد.
الشاعر هنادي حجازي، أنا بدي أتشكرك كثير. بدي أتشكرك على طبعا إن اللقاءات رح تكون أكثر وأكثر مع حضرتك، لأنه عن جد نحتاج يمكن كثير نحن لهذا الشعر الجميل يلي هو غذاء للروح. أهلا وسهلا فيكي. بتحبي أي شيء تضيفيه؟ نعم. بتحب تضيفي أي شيء؟ تفضل. أنا بدي أتشكركم لاستضافتكم لإلي إذاعة الشرق بالعاملين فيها. شكرا. وتحية لكل امرأة ولكل طفل ولكل رجل، تحية للبنان ولجنوب لبنان. شكرا. تحية من برنامج حديث الجنوب للشاعرة هنادي حجازي.